خلصت شغل؟ خلصت شغل. طيب ممكن اتكلم معاك؟ والله للاسف انا مستعجل ولازم امشي. مش هاخد من وقتك غير 5 دقايق. اه اوكي. طبعا انت مستغرب من التغيير الجذري اللي انا فيه. في الحقيقه انا بمثل وعصر على نفسي ليمون عشان اجي اتكلم معاك. نعم. دي الحقيقه. بغض النظر عن اللي انا حاساه، انا كلمتهم هنا واول ما قالوا لي انك موجود قررت ان انا اجي عشان اعتذر لك. انا ما كنتش متخيله ان هي بتحبك قوي بالشكل ده، لدرجه ان هي تقول لي انا هاخد هدومي وهمشي وهرجع تاني اوضتي ومش هتشوفي وشي، لازم تكلميه تعتذري له. قلت لها ليه؟ كل ده عشان ايهاب؟ هو انت بتعزيه اكتر مني؟ قالت لي لا بس انت غلطتي فيه. قلت لها خلاص هكلمه في التليفون اعتذر له. قالت لي لا انت لازم تروحي له وتعتذري له بنفسك لانه مش هيقبل الاعتذار وهو في التليفون. قلت لها لا طبعا انا مش هروح له ولا هعتذر له. قالت لي خلاص انا ماشيه. انا مش عارفه هي ازاي بتعزلك للدرجه دي. استاذ ايهاب انا بجد اسفه بس انا متوتره جدا عشان الايجنت اللي انا شغاله معاهم انا مأخره عليهم الشغل وهم عاملين لود عليا، وانا جبت شقه والشقه كانت عاليه قوي. انت عندك حق انا ما كانش ينبغي ان انا اخد شقه في مكان عالي زي ده. لما الاسانسير يعطل ازاي هتطلع وتنزل كده لوحدها؟ انا مش عارفه انا ازاي فكرت كده. يمكن كنت انانيه شويه في تفكيري بس هعمل ايه؟ ارجوك ارجوك اقبل اعتذاري. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. انا نقلت حياتي كلها هنا علشان خاطر اعيش معاها، انا بحبها جدا وهي مش عايزه دكتور غيرك يعالجها، والموضوع ده مستفزني. بس ارجوك حتى لو انت عايز تعتذر عن السيشنز اللي انت بتديها لها انت ممكن تقول لها اي حاجه تانية غير انك تكون زعلان مني. انت مش فاهم الموضوع ده موترني ازاي وانا مش عارفه بس اتصرف بس حاجة. بس ايه ده؟ انا صدعت. طب هتعمل ايه؟ عندي اوردرات بس معيش بضاعه خالص والله، ولا تي شيرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه خلى عليا جدا، بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجه هلغيك يعني. ماشي حبيبي. والله كان درس ايه النهارده؟ فيزيكس. شاطره بقى؟ اه طبعا شاطرة. اخواتك شاطرين برضه من ايام الكاوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. متحوريش. وقدرة العفريت برضه انت السبب فيها. انا مش هرد على فكرة. مين قالك انك عايزك تردي يا حبيبتي؟ ردي على مامتك بتعرف. وانت بتقول لي ماما هبقى انا كمان بقول لباباك على الفرن والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان. وماله؟ المشكلة ان انتوا عيال صغيرة، لا واغبياء. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجة. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربية مع واحد ومشيت. بس انا مش هقول لمامتك ده عشان انا ما يخصنيش. اللي يخصني تبعدي عني انا واخواتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.